السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الحلا الجميل ده. حلا بسيط وسهل بلفة جلاش وحبة سمنة. هتعملي احلى حاجة لولادك، حاجة بسيطة وسهلة كده اهوت وتخلص في ربع ساعة. خلصت وعلى طول وهتشوفيها بنفسك. عشان نبدأ نعمل الموضوع ده، اول حاجة هنصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب لفه جلاش نص كيلو، وهتاخديها زي ما هي كده اهو تبرميها وهتحطيها. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. هنعملها في صواني الكب كيك اللي هي الصينيه اللي عندي فيها 12 يعني 12 مكان كده اهو. هنقسم لفه الجلاش على 12 قطعه. قسمتها بالنص عشان احاول اجيبهم كلهم قد بعض كده. هقطعها لفة الجلاش، هقطعها على قد الصواني كب كيك اللي عندي 12 قطعة. هقطعها 12 قطعة وتسيبيها زي ما هي كده اهوت. لا تفتحيها ولا تعمليها، حاجة بسيطة وسهلة وتخلص في ربع ساعة. كنت مخلصاها ان شاء الله. طبعا هتكوني عاملة شربات او لو عندك عسل نحل ماشي، ما عندكش عسل نحل اعملي شربات الكنافة العادي. كده قطعتها على 12 قطعة. هتدهني الصينية بالسمنة، وما خدتش سمنة كتير. السمنة كتير في الطبق انا ما خدتهاش، خدت حاجة بسيطة خالص من السمنة كده. دهنت القوالب. هاخد بقى واحدة واحدة ونحطها في القوالب بتاعة الكب كيك وهي مبرومة كده اهوت. هتعدليهم طبعا كده اهوت وتظبطيهم وتفتحيهم عن بعض. هنحط لها السمنة، كل واحد كده فرشة سمنة واحدة بس هتبقى كويسة خالص. هي مش عايزة سمنة كتير. خلاص هي وبعد كده هتكون صينية الجلاش بتاعتك او صينية الحاجة الحلوة اللي انت عملتيها بالجلاش خلصت خلاص. حاجة سهلة وبسيطة وبتخلص في وقت بسيط ومش عايزة حاجات كتير. يعني هي لفة جلاش وحبة سمنة وخلاص على كده. كده خلصت. هنحطها في الفرن كده. بعد ما اتحمرت هنجيب حبة لبن، حطيتهم في نفس الكنكة اللي انا سيحت فيها السمنة، وحطيت عليهم حبة فانيليا. عايزة فانيليا ماشي، مش عايزة مش مشكلة، بس انا بحب طعم الفانيليا في الحاجة الحلوة. هنحط اللبن حبة حبة، وممكن تحطي اقل من كده كمان لو انت عايزاها بتخروش. ما تحطيلهاش لبن خالص وكفاية الشربات. عايزاها ناشفة يعني كده وبتخروش. عايزاها طرية شوية زي ما احنا بنحبوها طرية، هنحط لها حبة لبن. وزي ما قلت لك عايزاها اقل ممكن تحطي بالمعلقة عادي، بالمعلقة معلقتين في كل بتاع الكيك وخلاص. كده بعد ما زقتها بالشربات وهي باللبن وهي سخنة عشان تشرب اللبن بتاعها، كده هنحط الشربات اللي انا عملته. عندك عسل نحل ماشي، شربات طبعا هتحطي الكمية اللي انت عايزاها وهتشربها في ثواني. كده خلاص هنطلع قوالب الجلاش. كده سهل وسريع وبسيط وحلو خالص. زي ما قلت لك تخلص في ربع ساعه. حلوه اللي جات لك ضيوف على سهوه، جالك كده اهوت حاجه خفيفه وسهله وبسيطه. هتزينيها بايه بقى؟ انا ده الفستق الكداب اللي كنت الفستق الكذاب اللي كنت عاملاه معاكم على القناه موجود. هنزينيها بيه. عندك شوكولاته ممكن تحطي، عندك سوداني ممكن تحطي، اي حاجه زي التزيين ده بتاعك انت. كده طبق جميل وخلص بسرعه ما خدش اي حاجه. وهناخدوه حبه تانيين
كده. لو شفتي الفيديو وعجبك، يا ريت تعملي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.